بصوا يا حبايبي، صينيه القرع الجميله اللي احنا عملناها دي روعه وتحفه وريحتها ما اقولكوش. طبعا القرع غني عن التعريف، كله فوائد وحلو للجهاز المناعي ولصحه القلب، ومليان الياف يعني للصحه العامه عامه. اقري عن فوائده وانت هتعرفي ايه فوائده قد ايه وفايدته قد ايه. الصينيه دي عملتها. القرع العسلي معروف ان هو بيضيفوه للعصائر والفطائر. بالنسبه للعصائر بيحطوه في المحلات بيعصروه على مانجا لانه ملوش طعم. فالمانجا بتبقى اما تشربي العصير في المحلات طبعا المانجا بتبقى اغلى من القرع، واخدين بالكم؟ فما بيعملوه في المحلات بيضيفوه للمانجا، بتحسي ان انت ايه بتشربي حاجه تقيله، وطبعا تحسبيها ان هي مانجا لانه زي ما قلنا ملهوش طعم، ويبيعها لك على اساس انها ايه مانجا صافي ومش هتحسي باي حاجه. وطبعا فايدته كبيره جدا، يعني مش هقولك مثلا بيغشوكي، هما بس ايه ما بيدوكيش مانجا صافي. تمام، جربيه حتى في البيت وتضيفيه للمانجا هتلاقيه فظيع، طعمه تحفه. دي بقى صينيه عملتها. طبعا لما يكون عصائر بيتعمل في الخلاط، لما يكون مش عصائر وعايزه تعمليه صينيه زي دي بسلقه، بس مش بسلقه بميه، بوطي عليه البوتاجاز وهو ينزل ميته، واشيل القطع كده اهو وهرسها بشوكه، بس يعني بشوكه، ويتحط عليها جوز هند ويتحط عليها فانيليا ويتعمل لها بشاميل، بس بشاميل بقى زي المكرونه بس بسكر مش بملح. بصراحه الفكره جميله وهتعجبكم جدا، صحيه وخفيفه على المعده، اتمنى تجربوها. باي باي.